السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي. النهاردة التلات 14 ابريل. يا رب تكون جلسة كانت سعيدة عليكم ان شاء الله. النهاردة كان في تألق الحمد لله كما توقعنا، وزي ما الكلمة انا ما بحبهاش اساسا، زي ما قلنا ان شاء الله ان من ساعة ما بعد الجلسة الجلسة الأخيرة، وكان خبر اسكندرية وطنية نزل، وكنا متفائلين خير الحمد لله، والدنيا الحمد لله ظبطت. والنهارده طبعا اول جلسه بعد التداول بعد وقفه الاجازه، ونزل في اسكندريه ماليه ساعتها خبر اللي هو البورصه بتفحص القيد التجزئه وتغيير اسم للشركه لتايكون للاستثمارات الماليه تقريبا، او تايكون القبضه والله ما فاكر. المهم يعني ان قلنا ان ده اصلا خبر منتظر. بعدين ان شاء الله الخبر بتاع الاكتتاب، هم واخدين موافقه على الاكتتاب تقريبا مضاعفه راس مال. وقلنا ان من الاول اصلا الاخبار دي نزلت، وده يعني زي ما نقول كده زي طريق اخضر للسهم هيمشي فيه، زي ما شرحنا قبل كده من زمان على هيبكو ان برضو ليها طريق طويل هتمشي فيه خلال السنه كلها، وهيكون ان شاء الله مصاحب بارتفاعات قويه. لغايه دلوقتي لسه اسكندريه ماليه ما جابش الهاي التاريخي اللي كان عامله عند 126. طبعا اللي هيقول لي السهم ده شمال ويمين والكلام ده، السهم طبعا طالع من 17 جنيه ل 120 جنيه طبعا في خلال سنه، في 52 اسبوع. فطبعا طلعه مهوله يعني طلعه. معلش كالعادة طبعا الفيديو اتقطع عشان التليفون. المهم كنا بنقول ايه؟ كنا على اسكندريه وطنيه. فطبعا السهم طالع طلعه قويه جدا من 17 جنيه ل 126 جنيه، ولسه مكمل ان شاء الله. وطبعا لما هيتقسم على 10، يعني ال 120 جنيه دول هيبقوا 12 جنيه. السهم يبدا يعمل زخم تاني ويطلع تاني وهكذا. النهارده طبعا فوليوم كبير جدا. الناس اللي بتقعد تسألني نشتري ولا ما نشتريش، انا يا جماعة دايما بشتري السهم وهو مهدي وهو احمر وهو جميل. يعني ما تجيش وهو بيجري وعامل 20% و15% في جلستين تقول لي اشتري. لا تشتري. انا بقول لك ان السهم في العموم مشواره مكمل، لكن اشتريه في النقطة دي ولا لا يعني بترجع لك انت بصراحه. لان انا ما بشتريش اي بقى يعني اي سهم هو بيجري. النهارده مثلا بصيت على المنتجعات كان بيجري، كنت شايف ان هو هيصفر، كنت ممكن الحق اشتري فيه، الحق لي مثلا فيه 5% ولا حاجه، بس يعني حلال عليكم خلاص يا جماعه. الفرص ما بتخلص، يعني زي ما في فرص النهارده وفرص بكره وفرص امبارح، الفرص مش هتخلص، في فرص تانية جايه ان شاء الله. ولكن يعني ساعات بيبقى في فرص كده اللي هي بتبقى بيضه مقشره، بتبقى سهله. زي لو انتوا فاكرين في الاجازه حطيت لكم صوره من خبر لاوراسكوم كونستراكشن عن الاستحواذ على الشركه اللي استحوذوا عليها دي، وحصل مبادله للاسهم ونقطة الانطلاق بتاعتها. وكان الخبر نازل والسهم ب 400 جنيه، وكان الخبر نازل وواضح ان المبادله هتتم على اساس تقييم سهم اوراسكوم كونستراكشن ب 13.80 دولار، اللي كان على سعر الدولار ساعتها السهم ممكن هيقطع حوالي 600 وشويه، ودلوقتي على سعر الدولار اللي كان يومين ده قريب لل 700. فكان في فرق سعري رهيب ما بين سعر السوق وسعر تقييم السهم، فكان من الطبيعي ان السهم يتفاعل مع الخبر يعني. وكتر خير الراجل اللي هو الميكر ادالك يوم واثنين وثلاثه وما طلعش بالسهم. ما بتحصلش كتير دي ان يطلع يجي خبر، لان هو تقريبا عارف ان الناس اصلا مش هتفهم الخبر، ولا حد هيتفاعل معاه، ولا حد هيفهم ولا هيقدر يعني ايه الخبر ده نزل في الوقت ده بالقيمه دي. وبعدين طبعا السهم طلع طار قرب ال 600 جنيه ب 50% طبعا. ولا شفت الخبر ولا شفت اي حاجه، لاني قليل قوي لما بتابع الاسهم الكبيره دي. ولكن طبعا فرصه هي جميله بيضه مقشره زي الفل، زي فرصه اكرو لما كان هيتشطب وكان شغال ب 100 جنيه والشط ب 129 جنيه. يا ابني ده 30% بيس اوف كيك، 30% كده مرميين في الارض، خش خدهم. تلاقي الناس تقول لك مش عارف هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فانت دايما قعدتك على الشاشه او قعدتك في المتابعه او قعدتك على النت عشان تسمع فلان وفلان، مش عشان تسمع توصيه فلان بسهم فلان الصاروخ والصواريخ المريخ وما اعرفش ايه، ولا تسمع توصيه انا شخصيا، ولا تسمع اي توصيه حد تاني. انت تتعلم
الحاجات دي، تتعلم الاخبار بتتعمل ازاي وتترجم ازاي على الاسهم، تتعلم لما خبر بينزل او حدث بيحصل او اي حاجه بتحصل بتترجم ازاي على الاسهم. طب قول لنا يا دكتور، بما انك عمال تقول الاخبار وكذا، كنت عامل فيديو على فكره على موضوع الاخبار وانعكاس على الاسهم وازاي نفسر الاخبار ونستخدمها. موضوع دومتي هتقسم لشركتين، للاثنين مقيدين في البورصه، يعني الشركه هتديك نفس اسهمك في دومتي، والشركه المنقسمه هيديك فيها اسهم كمان. فالموضوع ده هيخلي دومتي دي تتنطر 100%، لكن المشكله احنا مش عارفين امتى. هو المفروض ان انا قعدت احاول كتير قوي ان انا اوصل لامتى يخلصوا الاجراءات، ومفروض بادئين فيها باكتر من 6 شهور، وبيقولوا ان على ارض الواقع ان الشركتين فعلا تم الفصل ما بينهم تماما، ولكن لسه في الاجراءات قيد الشركه الجديده ما خلصتش. المشكله كمان مفيش اي اخبار كمان بتنزل، فما فيش شفافيه بربع جنيه. ولكن لما الخبر ينزل بتاع دومتي هتلاقي دومتي دي صفرت، وممكن تعمل 100% من الارقام الحاليه من عند 23 24. دي حته حلوه، هو بقاله كتير قوي متنح فيها، لما هيطلع طلعه كويسه. نرجع تاني لهيبكو. النهارده كان مريح، ما كانش فيه اكشن. برضو اكت فاينانشال، الناس بتقول لي يعني انا والله اكت فاينانشال ده يعني انا يعني مستحيل يعني ما يسيبش الحته دي، مع انه ما يوزع ارباح ويعني والناس اتخنقت منه، ولكن مستحيل يفضل في المكان ده. يعني لازم على الاقل يروح يضرب قرب ال 2.95 مثلا، وبعدين يبقى يرتد منها بقى ولا يرجع يتوكس تاني براحته، لكن صعب جدا يفضل في الاماكن دي. عشان كده يعني ان شاء الله يعني على الاقل هدف بيع منطقه 2.95، لو ما عدهاش يبيعوا ونشوف حاجه تانية. النهارده برضو جنوب الوادي يتفاعل مع موضوع تحديد موعد الاكتتاب، وقلنا جنوب الوادي ان شاء الله برضو يبقى اكتتاب كويس، ولكن دايما راجع نسب دخولك في الاكتتابات.